بسم الله الرحمن الرحيم. ابنائي طلبة وطالبات الصف الثالث الاعدادي، السلام عليكم ورحمة الله. معكم مستر عيد سالم. ان شاء الله من خلال الفيديو دوت هنحل امتحان محافظة الفيوم للترم الاول لثالثة اعدادي للعام الدراسي 2023. اول سؤال طبعا عندنا في الامتحان يا اولاد اللي هو سؤال المحادثة، وسؤال المحادثة دوت سؤال مهم جدا وعليه 5 درجات. يعني انت لازم تقرا المحادثة بالكامل وتقرا العنوان اللي فوق دوت اللي هو فوق المحادثة عشان تعرف المحادثة بتتكلم عن ايه، وترى المحادثة كلها بالكامل وبعدين نبدأ نحل المحادثة. طبعا هنا عنوان السؤال بيقول لي finish the following dialogue، يعني اكمل المحادثة التالية، والسؤال ده عليه 5 درجات. في عنوان المحادثة بيقول لي ريم is inviting عزة، يعني ريم بتدعو عزة to hear sister's wedding party، إلى حفل زفاف أختها. wedding party إلى حفل زفاف أختها. فريم بتقول لها good evening يا عزة، فطبعا عزة تقول لها good evening ريم. how are you يعني كيف حالك، فتقول لها fine. My sister أختي is going to get married، سوف تتزوج. ريم عرضت عليها حاجة، فهنا بتقول لها عزة I'd love to يعني أنا أحب ذلك، فتقول لها congratulations يعني أطيب التهاني أو ألف مبروك، فبتقول لها it will be next Thursday، فسألتها سؤال فتقول لها it will be next Thursday يعني تبقى يوم الخميس القادم. فهنا عزة بتقول لها I will really happy for her، أنا هبقى سعيدة ليها. فهنا طبعا سألتها سؤال فتقول لها at home يعني في البيت. would you invite سما بليس يعني ممكن تدعي سما من فضلك. فهنا بتقول لها not I don't know her address يعني أنا مش عارفة عنوانها. تقول لها ريم you could email here يعني ممكن تبعتي لها ايميل. فطبعا عزة ردت عليها وقالت لها she is one of my Facebook friends يعني هي واحدة من أصدقائي على الفيسبوك. هنبدأ كده واحدة واحدة نحل المحادثة، والمحادثة عليها 5 درجات يعني ركز فيها كويس عشان تجيب الدرجة كاملة إن شاء الله. طبعا هنا بتقول لها fine my sister أختي is going to get married، فهنا عرضت عليها عرض فتقول لها I'd love to يعني أحب ذلك. I'd love to يعني أحب ذلك. فهنا تقول لها would you like to come، would you like to come يعني هل تحب إن أنت تيجي الحفلة، أو would you like to come to my sister's wedding party، فتقول لها I'd love to. بتقول لها congratulations. هنا بتقول لها it will be next Thursday، هتبقى يوم الخميس اللي جاي. يبقى هنا بتسأل عن الوقت، يبقى ممكن نقول when will it be، أو ممكن نقول what time will it be. ممكن نقول when it will it be أو what time will it be يعني متى سوف تكون. بتقول لها I will، فعزة بتقول لها I am really happy for her يعني أنا بسعيدة ليها. بتقول لها at home يعني في البيت، نفس التعبير اللي استخدمناه بس هنغير أداة الاستفهام، بدل ما what time تبقى where، يبقى where will it be، where will it be يعني الحفلة دي هتبقى فين. فتلاقي at home. هتلاقي would you invite سما بليز يعني ممكن تدعي سما من فضلك، فممكن تقول لها I am sorry، وممكن تقول لها I am not sure، او ممكن تقول I can't لا استطيع. فهنا I am not sure معناها انا ما اعرفش او انا مش متاكده. I don't know her address. فهنا ريم بتقول لها you could email here يعني ممكن تبعتي لها ايميل، فممكن تقول sure بالتاكيد او certainly او I will send her a message. she is one of my Facebook friends. ده بالنسبه لسؤال المحادثه. نشوف السؤال الثاني، والسؤال الثاني بيبقى عن reading القراءه، بيبقى لها 4 درجات، و read and complete the text with words from the following list. طبعا بيجيب لي 6 كلمات وبندخل بس منهم 4 في الفقرة اللي جايبها ديت. عندي هنا is، طبعا بنترجم الكلمات في الأول. is اللي بمعنى يكون، places يعني أماكن، messages يعني رسائل، pyramids الأهرامات، و are يعني يكون، و ancient يعني قديم أو عتيق. في الفقرة بيقول لي I have 3 friends يعني لدي 3 أصدقاء in England في إنجلترا. I usually أنا عادة send them برسل ليهم. send them إيه؟ طبعا messages يعني رسائل، ببعت ليهم رسائل. one of them أحدهم going to visit Cairo next year يعني واحد منهم. one of them أحدهم يبقى is going. هنا بيقول لي one of them يعني واحد منهم is going to visit Cairo next year يعني واحد منهم هيزور القاهرة الأسبوع القادم. we have made some arrangements يعني احنا عملنا بعض الترتيبات. we are visiting سوف نزور the نقط and temples المعابد and the ancient museum يبقى هنا the pyramids الأهرامات والمعابد والمتحف المصري which are full of مليئة ب ancient treasures الكنوز القديمة of the pharaohs والفراعنة. such places هذه الأماكن show the greatness of the Egyptians يعني هذه الأماكن توضح عظمة المصريين. we hope نتمنى that we will be as clever as them أن نكون ماهرين مثلهم. السؤال الثالث دوت بيبقى سؤال reading comprehension وبيبقى عليه 6 درجات. طبعا بنقرا القطعه بسرعه بدون ما نتعرض للكلمات الصعبه، وبعدين بنقرا الاسئله ونرجع نحل الاسئله اللي على القطعه. وطبعا مش لازم تبقى الاسئله بالترتيب القطعه، يعني ممكن تبقى اجابه السؤال الاول في الفقره الاخيره او اجابه السؤال الاخير في الفقره الاولى وهكذا. هنقرا القطعه مع بعض. as homework
as homework كواجب أحمد's class فصل أحمد had to study traffic in their places، يعني كانوا مضطرين أو لازم يدرسوا المرور أو حركة المرور في أماكنهم. يعني اللي ساكن في المدينة يدرس حركة المرور في المدينة، واللي ساكن في القرية بيدرس حركة المرور في القرية. The teacher الأستاذ asked them يعني سألهم to stand outside their houses، يعني طلب منهم أن يقفوا خارج منازلهم for 1 hour لمدة ساعة that evening هذا المساء and count the vehicles they saw، ويعدوا المركبات أو العربيات اللي هم يشوفوها، يعني vehicles اللي هي المركبات. أحمد's friends lived in the town، يعني أصدقاء أحمد بيعيشوا في المدينة. while أحمد بينما أحمد lived in the country، ولكن أحمد بيعيش في the country. the country يعني إيه؟ الريف. as his father هذا هنا بمعنى لأن his father أبوه was a farmer كان فلاح. in the evening في المساء أحمد stood outside his house، يعني أحمد في المساء وقف خارج منزله but very few vehicles went past، ولكن قليل من العربيات عدت عليه، يعني past هنا يعني بتمر بيه. after 15 minutes بعد 15 دقيقة he saw a bicycle رأى دراجة. after another 30 minutes بعد 30 دقيقة أخرى a car drove past، يعني سيارة عدت عليه. finally أخيرا he saw a توك توك، وبعد كده شاف توك توك ماشي. طبعا هو هنا ممكن يسألني على ان الوقت اللي انتظروا او اللي وقفوا عشان مثلا يشوف عربية او يشوف سيارة وهكذا. the next day في اليوم التالي the teacher الأستاذ asked the students سألوا الطلاب what they saw اللي شافوه. the students الطلاب who lived in the town اللي بيعيشوا في المدينة saw 100 cars شافوا 100 العربيات، شافوا عربيات كتيرة a lot of buses والكثير من الأتوبيسات and lorries وعربيات النقل. when the teacher asked أحمد لما الأستاذ سأل أحمد he didn't answer هو لم يرد. then he said وبعد كده قال I saw شفت one توك توك يعني شفت توك توك واحد one car وعربية واحدة and a bicycle ودراجة. all the other students laughed يعني كل الطلاب الآخرين ضحكوا عليه. but the teacher هناك الأستاذ smiled ابتسم and said وقال you live أنت تعيش in the best place أحمد يعني أنت بتعيش في أحسن مكان يا أحمد. think of all the pollution the other students breathe every day يعني فكر في كمية التلوث اللي بيتعرض ليها أو اللي بتنفسها أصدقاء الطلاب كل يوم. think how nice يعني فكر كم هو لطيف it's to live أن تعيش in a place في مكان with clean air في مكان بهواء نظيف أو ذو هواء نظيف. شوف الأسئلة مع بعض. السؤال الأول the main idea of the text يعني الفكرة الرئيسية للفقرة is driving cars قيادة السيارات life in the country الحياة في الريف riding bicycles ركوب الدراجات taking buses ولا ركوب الأتوبيسات. طبعا هنا life in the country يعني الحياة في الريف طبعا أنقى من الحياة في المدينة. number 2 where do most of Ahmed's friends live يعني أين يعيش معظم أصدقاء أحمد؟ طبعا معظمهم بيعيش في in the town في المدينة. number 3 how long did أحمد wait when he saw a car كام المدة اللي انتظرها أحمد عشان يشوف عربية؟ طبعا هو استنى ربع ساعة في الأول عشان يشوف الدراجة وبعد كده نص ساعة تاني يبقى 45 minutes اللي هي 45 minutes. Why did أحمد live in the country ليه أحمد كان بيعيش في الريف؟ طبعا لأن والده كان فلاح يبقى نقول as his father was a farmer أو because his father was a farmer. question number 5 بيقول in two sentences في جملتين summarize لخص the last of paragraph آخر فقرة in your own words بكلماتك. ممكن نقول the students الطلاب in the country اللي بيعيشوا في الريف breathe cleaner air يعني بتنفسوا هواء نقي than who live in the city أحسن من اللي هم عايشين في المدينة as there is not much traffic there. number 6 which place أي مكان would you prefer to live in يعني أي مكان بتفضل تعيش في the town or the country why ولماذا يعني بتحب تعيش في المدينة ولا الريف ولماذا. I would prefer to live in the country أحب أن أعيش في الريف to enjoy fresh clean air عشان أستمتع بالهواء النقي. question number 4 السؤال الرابع choose the correct answer اختار الإجابة الصحيحة from A B C or D وده بيبقى عليه 3 درجات يعني كل نقطة بيبقى عليها نص درجة. number 1 ده طبعا التعريف is a place هو مكان where you can borrow save or exchange money يعني مكان ممكن تستلف منه أو تبدل منه الفلوس أو تدخر في الفلوس. طبعا ده اللي هو the library ولا the lake ولا the bank طبعا the bank. number 2 مروة has hearing problems يعني مروة عندها مشاكل في السمع she can't hear well لا تستطيع أن تسمع كويس she is
ديف طبعا هي صماء. Number 3 the antonym of the word dangerous يعني عكس كلمة dangerous اللي هي خطير is safe يعني آمن. Number 4 to make a noun from the word inform يعني عشان تكون الاسم من كلمة inform we add the suffix بنضيف اللاحقة طبعا information اللي هي معلومات. طبعا مش هينفع نضيف al informal هتبقى صفة مش noun. Number 5 he doesn't like numbers ولا يحب الأرقام or math problems أو مشاكل الرياضيات أو مسائل الرياضيات يعني he can't be لا يمكن أن يكون a mathematician. Number 6 not is writing هي كتابة or pictures أو صور that people draw on walls الناس بترسمها على الحيطان طبعا اللي هي gravity اللي هي رسومات على الحائط. السؤال الخامس complete the sentence اكمل الجمل with the correct form of the words in brackets. طبعا السؤال ده بيبقى لي 5 درجات. هنا بيبقى فيه كلمة بين قوسين بنعدلها. طبعا بيقول لي the journey الرحلة often غالبا طبعا often بتدل على الزمن المضارع البسيط وده طبعا رحلة يعني حاجة ثابتة فبنقول takes. Neither my sister and I like watching TV طبعا القاعدة اسمها both and مش neither and فهنا both and. I was amazed by the number of the people who came to the festival يعني أنا كنت مذهول بعدد الناس اللي قام للمهرجان. طبعا هنا الصفة الأخيرة دي بتصف الشيء اللي هو الحاسس بالشعور إنما الشيء المصدر للشعور بيبقى صفة أخيرة ing فهنا تبقى I was amazed أنا اللي كنت مذهول من عدد الناس اللي جات للمهرجان. Number 4 رامي is hungry رامي جعان because he not eat lunch yet يبقى نقول he has not eaten lunch. Number 5 I not must go to the cinema but I am unsure يعني أنا غير متأكد يبقى ممكن هنا أقول I may go to the cinema but I am unsure. البراجراف السؤال الأخير وده سؤال مهم جدا وبيبقى عليه 7 درجات من الامتحان يعني الامتحان كله عليه 30 درجة والسؤال ده عليه 7 درجات يبقى لازم نركز كويس ونكتب باراجراف كويس عشان نحصل على درجة كويسة إن شاء الله. write a review اكتب مراجعة of something عشان ما you bought online انت اشتريتها عبر الانترنت. طبعا ممكن نكتب الباراجراف اللي هو buying online يعني اشتراء عبر الانترنت او حاجة انت اشتريتها عبر الانترنت بيبقى متشابه مع بعضيها. نشوف مع بعض كده shopping online التسوق عبر الانترنت او something you bought online. First of all أولا shopping online has many pros and cons يعني التسوق عبر الانترنت لديه الكثير من المزايا والعيوب. It saves money إنه يوفر المال. It saves time ويوفر الوقت. It's easy إنه سهل for me بالنسبة لي. I think it's easy than going to the shops. أعتقد أنه سهل من الذهاب إلى المحلات يعني هو أسهل من أن تذهب إلى المحلات. I can choose أستطيع أن أختار from many things من الكثير من الأشياء أونلاين عبر الإنترنت. I can buy أستطيع أن أشتري at the best price بأحسن سعر. Some people بعض الناس like it بيحبوه but others ولكن الآخرين don't like لا يحبوه. Last week الأسبوع اللي فات I bought a new smartphone اشتريت تليفون جديد أونلاين عبر الإنترنت. It has a 25% discount في خصم 25% عليه. The delivery التوصيل was quick كان سريع. It took only أخذ فقط one day يوم واحد. It's easy to use إنه سهل الاستخدام. It looks great ويبدو عظيما. I am very happy with it أنا كنت سعيد جدا بيه. I advise my friend to buy from this website يعني أنا أنصح أصدقائي بشراء من هذا الموقع. It has a lot of deals في الكثير من الصفقات. You can only buy clothes online ممكن فقط تشتري الملابس عبر الإنترنت. It's a good and fast way for shopping إنها طريقة سهلة وسريعة للتسوق. وفي النهاية مع تمنياتي بالتوفيق لجميع أبناء الطلبة والطالبات اللي هم لسه ما ادوش الامتحان ورب بالتوفيق إن شاء الله وتجيبوا أعلى الدرجات. ولو في أي حاجة مش فاهمها أو عايز تستفسر على أي حاجة اكتبها لي في التعليقات. شكرا ليكم كان معكم مستر عيد سالم.